بأحد صفوح جبل درسا بمدينة تطوان تم تشييد مركز التعليم الأول الأندلس لسد الخصاص الحاصل بمجموعة من الأحياء الهامشية للحمامة البيضاء. الطاقة الاستيعابية ديال هذا المركز كتصل نحو تقريبا 300 طفل وطفلة، وكذلك كيتوفر على مجموعة من المرافق اللي كتوفر على شروط ومعايير تحقيق جودة التعليم، بحيث هناك 6 ديال الحجرات الدراسية، قاعة متعددة الوسائط، فضاء إداري، قاعة ديال المربيات، قاعة التمريض، قاعة الأنشطة والتكوين، فضاء الألعاب، وكذلك ساحة وفضاءات خضراء. أطفال في عمر الزهور وجدوا في المركز الذي يتوفر على تجهيزات بجودة عالية فضاء للتعلم عن طريق اللعب من أجل اكتساب المعارف الأولى الأساسية بتأطير من مربيات متخصصات في بيداغوجية التعلم باللعب. وتم التطرق على مجموعة من البيداغوجيات، ومن أهمها بيداغوجية اللعب اللي كتقوم عليها المؤسسه المغربيه للنهوض بالتعليم الاولي، يعني كاساسيه، وهي عن طريق ايصال المعلومه للطفل عن طريق هذه البيداغوجيه، وهي بيداغوجيه اللعب. وشكل مركز التعليم الأول الأندلس إضافة نوعية للأحياء العليا لتطوان، وهو ما يعكسه الإقبال الكبير للأسر على تسجيل أبنائها للاستفادة بشكل مجاني من خدمات هذه البنية التربوية.